السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة كده حاجة على الماشي. الروتين بتاعنا النهاردة قلنا نعمل كده شوية بسلة بس بدون لحمة وبدون فراخ. ازاي يا ام زياد هتعملنا من غير ما تحطي لحمة ولا فراخ؟ انت بتتكلمي ازاي؟ هما الاولاد هيعرفوا ياكلوا الاكل كده بدون لحمة وفراخ؟ ايوه بدون لحمة او فراخ. يلا بينا نعرف الاكلة بتاعتنا النهاردة هنعمل ايه وازاي هنعمل من غير لحمة او فراخ. معانا هنا بصلتين حلوين، حطينا عليهم حتة سمنة وحطينا عليهم حتة زيت وشوية فلفل اسود وشوية كزبرة، وهنطبخ الاكل بتاعنا زي ما قلنا لكم. زي ما انتم شايفين كده هنقلب الاكلة بتاعتنا ونضرب الطماطم بتاعتنا في الخلاط. طبعا احنا عاملين البسلة بالجزر، هوريكي طريقة سهلة وبسيطة وهتعملي طبخة جميلة بدون لحمة او فراخ، وهتوفري في الايام الغالية اللي احنا فيها. الغلا اللي احنا فيه مش عايز كل يوم لحمة او فراخ، لان علشان تعملي شوية طبيخ ورز يعني هتخشي في ال50 جنيه، اكلة عادية جدا. فاحنا دلوقتي هوريكم كل حاجة زي ما انتوا شايفين اهو. هنقلب كويس، هنجيب بقى المصفى علشان نصفي عليها الطماطم ونغسل الخضار بتاعنا على ما البصلة بتاعتنا تدبل شوية. طبعا يا حبايبي غسلنا الخضار بتاعنا وهنقلب كويس اهو. اول ما هتدبل معانا البصلة هننزل بالطماطم والخضار بتاعنا اهو، غسلناه وزي الفل. شايفين ما كملناش وقت طويل واحنا بنعمل الخضار بتاعنا النهاردة بدون لحمة او فراخ، وهناكل وهنشبع كده بجنبهم شوية مخلل، وهتاكلي وتشبعي انتي واولادك وتحمدي ربنا. طبعا مش لازم تقعدي تقولي مفيش النهاردة نجيب لحمة او فراخ او سمك. فدلوقتي زي ما انت شايفة الغلا اللي احنا فيه مش هينفع نطبخ كل يوم اكل غالي بالطريقة دي، لان احنا كده هنبقى كل فلوسنا رايحة على الاكل وبس. ويا ريت هتكفي الاكل اللي احنا هنعمله. الاكل اللي احنا هنعمله كل حاجة غالية، فاحنا هنعمل ايه؟ نوفر وندبر كده بالبصلايه والطماطمايه على شويه خضار. عايزه تعمليهم كده زي ما انا بعمل، عايزه تعمليهم ني في ني اعمليهم، بس ما تنسيش الصلاه على الحبيب. صلي على الحبيب علشان قلبك يطيب. وما تنسيش اهم حاجه كمان اللايك والشير علشان الفيديو بتاعنا النهارده اول ما يجي ينزل فيديو تستفيدي بيه. طبعا لو حضرتك مستفاده من الفيديو او ناس تانية غيرك هتستفيد من الفيديو. فطبعا لو انت حضرتك فضلا وليس امر تدينا لايك كده، مش هتخسري حاجه لما تدوسي لايك اهو. البصله خلاص قربت تدبل، هننزل عليها بالطماطم. طماطم زي ما قلت لكم قبل كده في الطبخات بتاعتي بحطها حب في الفريزر او بعملها صلصه. طبعا علشان الطماطم غاليه اليومين دول برضو ما بعملش طماطم صلصه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه يا ام زياد؟ بنحط الطماطم حب زي ما هي، وبعد كده بنعملها بالمصفى بعد ما نغليها اهو. بنصفيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بنطلع البذر اللي في الطماطم والقشر وكل حاجه مش عايزينها ما تلزمناش في الطماطم بنطلعها اهو زي ما انتم شايفين كده. يا رب تكون ظاهره قدامكم في الكاميرا كويس اهي. بعد كده بنقلبها كويس
اهي. ونسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك ونرجع لكم تاني نشوفها بعد ما تتسبك حلو، علشان ننزل بالخضار بتاعنا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الطماطم بتاعتنا ابتدت تتسبك. كل ما هتغلي معانا شويه كده علشان ما تشطش الحله بتاعتنا، نديها تقليبه ونسيبها تغلي شويه. هنروح بقى نغسل الرز بتاعنا ونعمله مع بعض رزه ورزه، اللي هي واحده وواحده، علشان برضو نوفر كمان كيس الشعريه اللي احنا بنحطه. بدل ما نعمل حله رز هتكلفنا 30 جنيه، لا هنعمل حله رز هتكلفنا 20 جنيه. وبرضو حله الرز طلعت غاليه علينا، لان حله الرز عشان نعملها رز بس ب20 جنيه. دلوقتي كل العيشة بقت كلها غلا في غلا، فربنا يرحمنا برحمته. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، شايفين الأكلة الجميلة بتاعتنا اهي خلصت. معاها شوية زيتون وطبق الرز الجميل وطبق البسلة. يستاهل بقكم. يا ريت كلكم تيجوا تاكلوا الأكلة البسيطة الجميلة دي. ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبكم الاكل الجميل ده ما تنسونيش في كومنت جميل.